التي سكنها الفراغ والمحلات التي أغلقت عادت إليها الحياة. الثلوج هنا مسحت الحزن والبؤس على وجوه أبناء أكيمدن لينطلق موسم الثلوج في موسميته المعتادة في كل النشرات الإخبارية. الثلوج تعود إلى أكيمدن، وهو الخبر الذي جعل قوافل الزوار تتجه رأسا إلى أعلى محطة للتزحلق في إفريقيا على ارتفاع أكثر من 2000 متر فوق مستوى سطح البحر. كل وسائل الترفيه على الثلوج موجودة هنا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وعطلة بداية السنة الجديدة. والثلوج التي تكسو قمم أكيمدن عادت إنعاش الفرشة المائية بمنطقة حوض أوريكا التي عانت ويلات الجفاف، وأعادت أيضا محطة أكيمدن لتتموقع ضمن 100 محطة المصنفة في العالم. ويزيد هذا المكان جمالا مشاهد الفرح التي يتقاسمها الزوار فيما بينهم، فهي فرصة للهو واللعب وملامسة الثلوج، والتي رغم برودتها تضفي على المكان دفئا خاصا. وجدير بالذكر أن محطة أكيمدن سيتم تأهيلها من خلال تغيير نموذج تدبير المحطة، من خلال اعتماد نموذج ومقاربة جديدة لتسيير المحطة، ووضع برنامج هيكلي لمواجهة خطر تساقط الثلوج، ووضع تجهيزات السلامة وغيرها. كما سيتم أيضا تطوير جيل جديد من أنشطة الترفيه وبناء مطعم بانورامي في أعلى قمة جبل أكيمدن، وإنجاز مقصورات متطورة، وذلك بغلاف مالي إجمالي ناهز 230 مليون درهم. معكم أيوب بادي من مدينة مراكش. بالنسبة للأجواء في أكيمدن هي أجواء رائعة. كاين عندنا مشكل واحد اللي كاين في الطريق تكون مزاحمة، ما كاينش عندنا تنظيم. أما الباقي الأجواء هنا الناس طيبين، كلشي موفر هنا أي حاجة بغيتيها، المطاعم موفرة، أي حاجة لي طواليت موفرة الحمد لله، لي زوطيل موفرين. كما كتشوفوا راه الأجواء زوينة، اللي بغى يجي مع وليداته يجي. هو بلادم يرد الطريق، يرد لها البال، ما يبقاش يجري في الطريق. و تنشكروا. بالنسبه للطريق اللي كتصايب بالنسبه للطريق اللي كتصايب هي صراحه فكره زوينه، غير هو كانوا يزربوا عليها قبل ما يطيح الثلج وصافي. هادشي اللي كاين. تبارك الله راه الخير موجود، يعني كيما يتشاف، والناس تبارك الله هنايا قايمين بالواجب ديالهم، موفرين جميع متطلبات بالنسبه للاطفال ولا بالنسبه للزوار هنا اللي بياكلوا. المشكل واحد صراحه اللي كان هو ديال الطريق، نتمناو انه ان شاء الله يتصلح هذا المشكل هذا، وان شاء الله نتمناو الخير هذه المنطقه هذه وتزداد. هي رساله ديال الناس اللي غايبين ويجيو لهنا، هو يحاولوا يتفاداو شويه اوقات العطل، وتيكون شويه الاكتظاظ بزاف والطريق شويه مزيره. من الاحسن بنادم يقسم النهارات ديالو في الويكاند بحال هكا، تيكون شويه الاجواء بعدا في السيمانه هكا. كل مره تكون الطريق خاويه، ما تيكونش هاد الزحمه هكا، ما تيكونش شويه الدنيا مبرسطه شي شويه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوه الاخوات بخير، لاباس عليكم. بالنسبه للمنتزه ديال أكيمدن هنا راه مزيان، الاجواء مزيانه، الدراري الصغار كيلعبوا، الناس راه ناشطين، يعني كاع الامكانيات بحال المقاهي والمطاعم لي زوطيل كلشي متوفر. غير هي داك الشيء السلبي اللي كاين في هذه القنت هذه هي مشكل ديال الطريق، كيكون الاكتظاظ بزاف والطريق مضيقه، يعني والاشغال حتى هي ثقيله شويه. داك الشيء علاش يعني نتمناو ان شاء الله نتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيمين الناس هادو اللي بايجيو مثلا من مراكش ولا بايجيو من اي بلاصه، المهم راه البلاصه مزيانه، غير هما يتفاداو الاكتظاظ. بحال دابا العطل بحال السبت والحد داك الشيء، يعني كيكون واحد الاكتظاظ، يعني الناس باش يعرفوا الناس مزيان بانه راه الطريق راه مضيقه شويه. وكنتمناو الناس مسيره موفقه ان شاء الله وساعه مباركه، وكنشكروا هذه القناه هذه على هذا سميتو هذا. معكم محمد الصيح كاتب العام لجمعيه اطلس للسياحه البيئيه والمحافظه على التنوع البيولوجي على مستوى اقليم الحوز. الحمد لله المنتجع ديال أكيمدن تيعرف هذه الايامات في الايام الاخيره واحد الرواج، يعني كل شيء هنا منظم الحمد لله. الاطفال يعني الناس اللي يعني كاين واحد الرواج بخصوص الناس اللي تيكريو يعني دوك اللوازم ديال السكي. هنا انا غادي ندخل للسلبيات. النقطه السلبيه اللي هي كاينه وهو الطريق. يجب على المسؤولين على المستوى الاقليمي والمستوى المحلي يرفعوا يعني يسرعوا وتيرات يعني اعاده هيكله الطريق أكيمدن، لانه عندهم الطريق خاصو يتلقى هذا الوقت، على الاقل تلقى هذا الوقت سلاو الاشغال. ماذا بنا حنا كنتصداو مع الطريق. ونقول لكم من هذا المنبر سيرتو الشركه اللي شاده هذيك 10 كيلومتر من اطلاق الفوق، راه الصباح راه كاين البلوكاج في الطريق،
يعني الحمد لله ما كانش شي بلوكاج اللي هي كثير. هنا مشكور وسائل الدرك الملكي على في مركز استفاض اللي تيقوموا بهذا الشيء بمجهودات جباره من اجل يعني تفادي يعني البلوكاج في الطريق. الحمد لله وكاين هذه الايامات كيعرف واحد الارتداء يعني واحد الرواج بخصوص المقاهي والبقاله والناس اللي تيتمعشوا هنا. النقطه السلبيه هي الطريق راه وكنوجه واحد الرساله للناس اللي تيجيو لو كاين الى بخصوص النهار الحد يتفاداو، لان تيكون البلوكاج في الطريق والطريق راه مازال ما مقداش. الطريق وكاين مازال فيها